العلاقة مع فرنسا لا يبدو بأنها ستستقيم مع هذا البلد. لا. ماكرون الآن بقت له أيام، حتى دونالد ترامب يسخر منه ويقول له باقي لك أيام في الرئاسة، وبالتالي لا أحد يأخذ كلامك بمخذ الجد. البارح الإعلام العمومي فرانس 2 انخرطت في الحرب الإعلامية ضد الجزائر، وقدمت هذا الشريط الوثائقي الذي أساء لمؤسسات الدولة، لرئاسة الجمهورية، وحتى يعني قدم معلومات المؤسسة العسكرية، قدم معلومات خاطئة. حتى لما استقبلوا في نهاية الروبورتاج النائبة الفرنسية من أصل جزائري صابرين صبايحي التي كانت هنا في الجزائر، الصحفي وجد نفسه في حيص بيص. قال لها أنت كنائبة برلمانية هل هل اتصلت بك المخابرات الجزائرية؟ قالت لها أنا كاع مثل أنا كنت نائبة محلية، الآن نائبة وطنية وما عنديش كاع تهديدات ولا ملاحقات ولا اتصالات ولا غيرها. يقول لها لماذا تذهبين إلى الجزائر؟ لماذا كذا؟ قالت له كلكم يعني انشغلوا بأموركم الفرنسية ولا تحشروا أنفكم. تكون العلاقة عادية وندية. فالمسألة الإعلام الفرنسي كيف العمومي فرانس 2 تورط في هذه المسألة، ويعني قدم هذه الإساءة المباشرة يدل على أن الأمر لم يكن له علاقة بروطايو، وإنما هي عقلية يمينية سياسة متطرفة هيمنت على فرنسا وإعلامها الرسمي. لا أنا ما نستغربش هذا الأمر، ونقدر نعتبره أمر طبيعي. علاش؟ لأنه تعبير عن حالة من الغضب في بلد فقد مصالحه في بلد آخر. يعني فرنسا فهمت أن الجزائر اللي كانت حديقة خلفية خلاص انتهى هذا العهد، وبالتالي هذه الأفعال أو ردود الأفعال اللي يشوفوها سواء من سياسيين أو من رسميين أو حتى من الإعلام الرسمي الفرنسي لا يمكن أن أفسرها شخصيا إلا في هذا الاتجاه. هو تعبير عن غضب من فقدان نهائي للمصالح الفرنسية في الجزائر. الآن الكرة راهي الآن في ملعبنا احنا كجزائريين. كيف يمكن أن نستفيد من أوراق ضغط كبيرة موجودة في يدنا، واللي هي الجالية في الانتخابات الرئاسية بعد أشهر في فرنسا. العالم كله، ما هوش فقط الجزائر الذي ينظر إلى الانتخابات الرئاسية في فرنسا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، حتى روسيا، كلهم مهتمين بهذه الانتخابات، وكلهم سوف يتدخلون في هذه الانتخابات لصالح هذا الطرف أو ذاك. احنا المطلوب منا كجزائريين أننا لا نغيب عن هذا المشهد، وأن نحاول ما أمكن، بأنه عندنا حوالي مليون جزائريين اللي عندهم حق التصويت، حوالي مليون، حوالي 800 ألف إلى مليون ما هوش يعملون في فرنسا، يدفعون الضرائب لا أعتقد أنهم يساهمون في بناء هذا الرقم. لأنه الفيلم الوثائقي البارح يبينهم على أنهم حفنة من المجرمين يمشون بالسكاكين ويطاردون المواطنين الفرنسيين في المترو والترامواي. يعني مسألة قبيحة المضمون يعني وكاذبة. 800 ألف ولا مليون قادرين على ترجيح الكفة لصالح مترشح ضد مترشح. لا وجد في مرحلة أنك تشوه سمعة يعني الجالية الجزائرية هنالك. هذا اللي يخلي الجالية أنها تتوحد وتخدم. وأيضا الجزائريين اللي من المفروض يستفيدون من هذه التسوية. هذا الاقتراح الذي قدمه الرئيس تبون لصالح الآلاف من شعب العدد، ربما سواء حراقة أو ناشطين سياسيين الذين يستطيعون العودة إلى بلدهم، لأن فرنسا تقول يعني حسب ما نفهم من الإعلام البارح التحقيق أنها أصبحت لا تطيق وجودهم، وتقول بأن الجزائر لا تريد استقبالهم. فالجزائر يعني تحتضن أبنائها، وهؤلاء يستطيعون أن يعودوا في إطار تسوية قانونية، وبالتالي يصبحون هنا في الجزائر معززين مكرمين بعيدا عن الابتذال والإذلال، بعيدا عن الإذلال الفرنسي. شوف بالنسبة لفرنسا اليمين المتطرف مازال زاد في الغلو والداع في حكم في الغلو في التحكم في مقاليد الحكم داخل فرنسا، خاصة مع الضعف السياسي والدبلوماسي للرئيس الحالي. يعني هذاك الضعف تاعو وهذاك الأمر خلى جانب كبير لليمين المتطرف أنه يزيد يدخل، يعني يدخل، يحاول يكسب مساحات يعني يكسب مساحات إضافية داخل النظام الفرنسي. اليوم هذا الجناح المتطرف هذا اللي يشوف
الجاليه الجزائريه ككذا، ويشوف الجزائر ككذا، ويستعمل ملف او ورقه الجزائر في الحملات الانتخابيه تاوعو سجل تجاري. سجل تجاري. بارك الله فيك، سجل تجاري. وبالتالي هنا واش لازم؟ كما قال سي عبد الرحمن، احنا عندنا جاليه وباش نعطوا ارقام في مجال الصحه عندنا ما يقارب 40% او 30% من الاطباء جزائريين، عندنا كذا، يعني عندنا اطارات اللي راهم يساهموا. وبالتالي لازم التقرب كثيرا من هذه الجاليه حتى تكون عندنا كلمه في الانتخابات هذه، لان عندنا جاليتنا وعندنا مواطنين جزائريين راهم في فرنسا، يقيمون في فرنسا منذ سنوات، وعندهم كل الحقوق تاع الفرنسي، وبالتالي تاثيرهم على الانتخابات راح يكون. يجب ان يكون دورنا واش هو؟ دور الجزائر اننا نزيدوا نقربوا مليح هذه الجاليه ونعطوا لها الامكانيات، المجتمع المدني تاعها، الامور هذه حتى نخلوها تفرض وجودها داخل فرنسا. طيب، وسؤال اخير حول الاعلام، لانه كنا نلوم سي نيوز وشقيقاتها سي نيوز سي نيوز قناه تبقى خاصه، يعني بولوري هذاك معروف ماذا يريد من الجزائر صحيح، ولكن الان فرانس 2 او فرانس تيليفزيون مسألة مختلفة، حتى أن بعض المعلقين وقفوا عند أوصاف يعني استعملت في هذا الفيلم الوثائقي كان من الأخلاقيات المهنية، إن كان هنالك أخلاقيات أن تحذف، ولكنها بقيت في رسالة مباشرة، يعني وكأنها متعمدة هذه الأوصاف للإساءة إلى المؤسسات الجزائرية. الإعلام العمومي وخاصة فرانس تيليفزيون عفوا، هي فيها عش فيها لوبيات معادية للجزائر وعندها علاقة معروفة. هذا ليس الجديد، يعني أنا تابعت، وهذا كانت في وقت ما فرانس 3 فرانس 4 إلى غير ذلك. إذن من وقت العشرية السوداء وهم يبثون هذه السموم بطبيعة الحال، وهم لأن كما تكلمت كل ما يخص الإعلام الفرنسي الخاص، فانسون بولوري معروف بانتمائه لليمين المتطرف وأفكاره واضحة. هذا أما قضية فرانس تيليفزيون والمجمع الفرنسي العمومي فسياسته فيها أطياف وفيه حركات وفيه طبيعة الحال جهات تؤيد مؤيدة أو بالأحرى أصحاب الجزائر الفرنسية ومعادية وانتمائهم وعدائهم للجزائر معروف. أكثر من هذا هناك لوبيات من يميلون إلى الكيان الصهيوني.